السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى عملت ايه النهاردة. اكتشفت ان انا ما عنديش فينو، وطبعا ولادي العيش اللي برده ما بيحبهمش، فطبعا بيرجعوهولي. فانا بيحبوا العيش ده من غير رده، مع اني مش صحي. اللي برده صحي بجد. ده عامل زي العيش الشامي. عملته بصوا ما خدش معايا ساعة. ما شاء الله، من اول رغيف هتلاقيه بيفتح لاخر رغيف. ما شاء الله تحفة. بكوبايتين دقيق عجنتهم العجينة العادية خالص، شوية ملح وسكر ومية دافية، وسبت العجينة ترتاح على ما صليت الفجر. ابتديت بقى ايه، العجينة ارتاحت بسم الله ما شاء الله، وكورتها كور صغيرة وابتديت افردها وخبزتها على عين البوتاجاز. بصوا الرغيف عامل ازاي. بتسيبيه ما تجيش جنبه خالص غير لما ايه تلاقيه قب كده، بعد كده تقلبيه. بصوا يعمل فقاقيع كده، اقلبه. ما شاء الله بيقب معانا. بصوا الرغيف عمل ازاي. بعشق الخبيز بصراحة. في الشتاء اي مخبوزات، يعني سواء بقى فطاير، قراقيش، شوية قراقيش كنت لسه عاملاهم بقى تحفة جمال جدا، برضك هنزلهم لكم ان شاء الله. شوية قراقيش، وكنت عاملة كمان بحب بقى الحاجات العيش المخبوزات دي بتبقى في الشتاء بتدفي المكان وبتعمل ريحة حلوة قوي للمكان. غير الصيف، الصراحة الصيف مش بتشجع قوي ان انا اعملهم، بس بضطر. بصوا الرغيف عامل ازاي، ما شاء الله قبيب ازاي، تحفة جد، حلوة قوي قوي قوي. هنا بقى خلصت العيش كله، وبصوا بقى بيفتح معايا. هو على فكرة صغير مش كبير، بس هي الكاميرا مكبرة شوية، انا عاملاه ميني صغير بحيث ان انا اعمل منه بقى سندوتشات جبنة لانشون زي ما هم حابين. طبعا اللانشون ما بشتريهوش من بره، بجيبه انا بعمله في البيت ونزلته قبل كده، والهوت دوج والحاجات دي كلها. وكمان عملت جبنة، هنزلها لكم. طبعا لو جبت علبة جبنة من بره صغيرة ربع كيلو، احنا بنضيفها بتبقى كيلو وكيلو زيادة كمان. بحاجات في البيت طبيعية وحلوة. ولو انت مش حابة تشتري الجبنة، ممكن تجيبي ربع كيلو جبنة قريش. يعني ان شاء الله هتعملي كمية حلوة. انا بعملها بتكفيني اسبوعين وبرجع اعملها تاني، يعني احسن من ان انا اشتري العلبة الصغيرة ما بتقعدش معايا 3 ايام. انما لما بعمل الجبنة دي ما شاء الله بتقعد معايا اسبوعين، بتوفر معايا كتير قوي. بصوا بقى العيش بشيله في الفريزر، وقبل ما يروحوا المدرسة بربع ساعة بطلعه بيبقى زي الفل.